طبعا يوم 24/8/2024 صارت كارثة. نعم عزيزي، صارت كارثة بأحد الأعراس في الحمدانية، وهذا اليوم كان أثقل يوم على العراقيين، كونها الحادثة راحت أكثر من 500 شخص في حفلة الحمدانية. اللي ما يتذكرها خلينا ندخل أنا وياكم بالتفاصيل المؤلمة. طبعا هاي حنين وريفان، رجلها ريفان، سوت حفلة أو طلبت من خطيبها يسوون أكبر حفلة حتى تتجمع كل المعازيم اللي يعرفونهم واللي ما يعرفونهم. وبالفعل ريفان حقق أمنياتها وسوى أكبر حفلة على ما أعتقد مساحة القاعة الحمدانية بال1000 متر، وأكثر من المعازيم، أكثر من 100 شخص عازمين أو أكثر. في لحظة اندلاع الحريق، مثل ما تعرفون السقيفة وصعاديات إطلاقات نارية في وقتها. المهم اشتلت السقيفة وصار اللي صار، وما عرفوا انه يصرفون بسبب طفاء الأنارة القاعة، وصار الحريق التهم القاعة كلها. وبعد ما شافوا الناس، قسم اليوم بالحمامات وقسم الثاني ما يعرفون يتصرفون كشباب صغار. فهنا حنين خسرت أكثر من فرد من عائلتها، على ما أتذكر إنه والدتها وأخوها، إنه بعدين يمكن خالها، وريفان هم قسم من أهله هم توفوا. ويعني بالقاعة فاجعة صارت، يعني كل اللي موجودين بالقاعة كل واحد خسر من أفراد عائلته واحد أو اثنين. خليني أقرأ أنا وياكم هذا الشعر على ريفان شلون متأثرة على أمها. خليني أقرأ أنا وياكم. تعاتبها تقولها: يمه وينك؟ أمي أم قلب الحنين، حبيبة وينك؟ صدق رحت وما تجين، يمه وياك أرد أروح ومختنك وانت الهوى. يمه شي طيب الجروح إذا ما نقعد سوا، يمه رجعيلي على بختك، يمه مشتاقة لضحكتك. أمي أم قلب الحنين، صدق رحت وما تجين. طبعا حنين بهذه الكلمات الحزينة والتعابير إنه ودعت أهلها اللي توفوا. وهنا مثل ما تشوفون حنين شلون متأثرة وشلون الحزن اللي بداخلها. حقيقة يوم بالنسبة لها يوم أسود، من عرس إلى حزن ووفاة وألم. حقيقة الله يكون في عونها. ومثل ما تشوفون هنا حامل حنين، إن شاء الله نتمنى لها الموفقية والله يسعدها بالخير. وأيضا ريفان زوجها وعدها يسوي لها حفلة ثانية، بس تقضي أيام الحداد ويسوي لها حفلة ثانية، وبالفعل سوى لها حفلة ثانية، ونتمنى لهم السعادة إن شاء الله.